ما احنا كنا 30 40 بني ادم، وفي الاخر انت هتفتكر اسمين منهم اللي انا لو قلت لك اساميهم انت هتعرفهم وشفت لهم فيلم ولا فيلمين ولا مسلسلين. وانا صغير شويه كنت منبهر جدا بعوالم المسرح المستقل والسينما المستقله. وانا صغير كنت منبهر بالعوالم برضه. كلنا كنا منبهرين. لا وكنت احب قعده التكعيبه وافتر ايت. انت كنت من وسط ناوي طبعا طبعا، وشعري كان طويل وبلبس شنطه كروس وبتاع. لا كنت كل حاجه تمام يعني. بس احنا بنتكلم في 2003 2002 يعني في حاجه انت بيفور تو سكول بقى. يعني انت من الناس اللي بدات طبعا. وكان كان وقتها ما كانش فيه فيسبوك اصلا ساعتها. يعني انت متخيل؟ واروح الهناجر واروح مش عارف ايه واشوف ناس بقوا قامات دلوقتي، واشوف الناتج العروض بتاعت ورش خالد جلال والحاجات دي. قهوه ساده بقى طبعا من قبل بقى قهوه ساده ومن قبل الحاجات دي. يعني قهوه ساده ده كان انا كنت شفت الدفعه دي من الاول لحد الاخر. وبعدين يعني بالنسبه لي كان في لحظه فارقه ان كان في حد في مسرح الهناجر، وكان مسرح هواه لسه ما يزال يعني. وبعدين كنا بنحتفل بعيد ميلاده، واكتشفت انه احنا نحتفل بعيد ميلاده ده عيد ميلاده 30. في وقت زي ده انا كنت تقريبا 16 سنه باين ولا حاجه. رقم 30 ده رقم انت شفت المستقبل. 30 ازاي؟ هو انا هقعد 30 شغال هواه وما باخدش فلوس ومش عارف ايه ومستني منحه مش عارف ايه ومنحه فورد ومنحه مش عارف ايه. انت 30 ده كنت عايز تبقى نجم شباك بقى المفروض بقى يعني ده قالوا او في فلوس بتخش. انت فاهم؟ انا كنت بقى لي كام سنه اللي هو ما فيش حاجه بتخش. ساعتها قررت ان انا ادي لنفسي ديدلاين. الديدلاين ده كان ان هو لو انا عيد ميلادي الجاي ما كنتش دخل لي فلوس ولو 200 جنيه، لا 200 جنيه كان رقم كبير، 100 جنيه اي حاجه كده من الموضوع بتاع التمثيل والمسرح وده، او في اي بشارات او اي حاجه، فانا لا انا خلاص مش هكمل. وحطيت الديدلاين ده في دماغي. اللي حصل ان السنه اللي بعدها دي كانت وعيده جدا. وقعدنا مع منتجين تقال وقعدنا، وكان في قصه اللي بكتبها اللي بعد كده اتحولت لروايه ظل بابليون وبتاع اللي انا ما قريتهاش. اللي انت ما قريتهاش برضو. كان في بوتنشال. وفضل الموضوع لحد يوم عيد ميلادي. كان عندنا اللي هو الاسبوع الجاي احنا هنقعد مع فلان الفلاني وخلاص والدنيا ماشيه وبتاع. بس انا قررت ان انا لا مش تاني يوم عيد ميلادك كان هيجي لك 200 جنيه يعني. مثلا اللي هو لا ما كان خلاص بس انت ادي اسبوع كمان. بس لا انا مش هكمل. ورحت في الموضوع بقى بتاع الكول سنتر وبتاع مش عارف ايه. اعمل كده يعني. انا بحب اتمرقع قوي واسوف، واللي هو طب ما نمدها شهر كمان. ما اصل بص انت دلوقتي في حاجه اسمها اللي هي الرمال المتحركه. ان انت في لحظه ما انت بتغرق. انت قاعد بتحاول في رمال متحركه. انت مش بتحاول في حاجه هتدي نتيجه في الاخر. كمان انت شفت المستقبل بعد 14 سنه قدامك. فده كان حاجه تانية. في ناس من الناس اللي كانت في حواليا بس كانوا واخدين خطوات اوسع وكانوا اكثر موهبه مني بكتير جدا. ربنا كرمهم يعني. اشوفهم لسه انت على اتصال بيهم لغايه دلوقتي. محمد عز مثلا هو اللي بيكتب في الكبير قوي، بيكتب في ده يعني ما تقابلناش ممكن نكون 10 سنين ولا حاجه، ولكن الكارير بتاعه هو يعني من الناس اللي بيشار ليها في الحاجات دي. وفي ممثلين كتير جدا السوبر ستارز دلوقتي كانوا موجودين وقتها، بس دول برضو من كام واحد. ما احنا كنا 30 40 بني ادم، وفي الاخر انت هتفتكر اسمين منهم اللي انا لو قلت لك اساميهم انت هتعرفهم وشفت لهم فيلم ولا فيلمين ولا مسلسلين. ولكن الباقي كله راح فين؟ الباقي كله لسه بيحاول، لسه بياخد كل فتره يطلع دور تاني. في ناس لسه بتحاول، وفي ناس زي خد القرار من بدري زي ما انت عملت.